فعلا أقنعت بابا دانيال إن هو ياخد درس موسيقى. كانت بتقوله أنا مش شايفة لك صور وأنت صغير، هي الصورة دي اتاخدت فين؟ فبيرد عليها وبيقول لها أنا معرفش، إحنا أصلا لسه ناقلين هنا قريب. فكانت بتسأله ليه؟ قال لها شغل بابايا. وهم بيتكلموا دخل بابا دانيال. فبيقول انا هروح المحطه اللي قريبه مننا، في هناك سوبر ماركت، ممكن تقعدي مع دانيال؟ فبتقول له اه. كانت بتحاول تلاقي اي حاجه تثبت ان الولد ده ابنها. دخلت اوضه من الاوض وهي هناك واقفه، لقت بابا دانيال بيقول لها انت بتدوري على حاجه؟ قالت له لا، انا بس كنت بدور على الحمام، ولكن انا اتلهيت بالنموذج ده. كانت بتحاول تلاقي اي حاجه تثبت ان دانيال ابنها. ولما رجعت على الصاله كانت بتكلم بابا دانيال وبتقول له الاسبوع الجاي قاطعها، وبيقول لها على فكره دانيال مش محتاج مدرسه موسيقى، هو كويس اصلا. نده على دانيال وبيقول له ودعها. بابا شاف تليفون معاه كان بيساله بتاع مين، فراحت رده بتقول له ده بتاعي، هو عليه برنامج بيحسن في العزف. ومشيت من عندهم. تاني يوم طلعها حب ان هو يجيب واحد من الشرطه عشان يقنعها ان ابنها خلاص اختفى، ما بقاش ليه وجود. الولد غرق وبيحاولوا يثبتوا لها باوراق قانونيه، وهي بتتعصب جدا لانه حتى لو غرق هم ما لقوهوش اصلا.